إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا النهاردة يا جماعة اشتريت الجهاز ده، أنا وحظي. هو اللي أنا اشتريته منه قال هو كل حاجته فيه بس لوحدها. يعني هو تعبير حلو أوي، يعني كل حاجته فيه بس لوحدها زي ما انتوا شايفين اهوت. خلاص، والكاست اهو بتاعه يا جماعة، وحتى المفاتيح وحتى المسامير معاه. يعني هي كل حاجة ماشي موجودة بس لوحدها. والجهاز على فكرة في حالة ممتازة، يعني شبه جديدة. فطبعا نبدأ منين؟ طبعا ده ما انسى انك تحطه في السيريا ولا بتاع. احنا لازم نراجع على كل حاجة مع بعض ونشوف. طبعا زي ما انتم شايفين كل السلوك مقطوعة، كل السلوك مقطعة. فتعالى نراجع بقى ايه حاجة في حاجة. دي يا جماعة هي وضع لوحة الباور بتاعته. من الواضح ان الترانس ده مش بتاعه. انا هبعد دلوقتي يا جماعة، ملهاش لازمة. في 3 سلوك يا جماعة طالعين، ده خروج من اللي هي الترانس. في 3 سلوك طالعين منه يا جماعة. معنى كده اللي هو الأزرق والأسود هيبقى 6 فولت، والأزرق ده والأسود ده هيبقى برضه 6 فولت، والاتنين زرق مع بعض هيبقوا 12 فولت. لأن الجهاز ده هو بيشتغل ب4 حجارة. معنى إن هو بيشتغل ب4 حجارة اللي يبقى المفروض الترانس ده يبقى بيطلع 6 فولت. تعالوا نوصله بالكهرباء يا جماعة ونشوف. هنا المفروض عندنا 12. هنبص يا جماعة اهو شغال فعلا، بيطلع عندنا ال 12 11 95 يعني 12 يعني. وهنا المفروض 6 تقريبا بيطلع ال6 فولت. يبقى عندنا الترانس ده شغال كويس، مفيش فيه مشكلة. تمام. طبعا ده AC، ده المفروض AC. ودي عندنا المفروض اللي هي اللوحة ديت هي اللي بتحول ال AC ل DC. يعني المفروض ديت بيطلع منها سلكين تانيين المفروض هم ايه DC. فاحنا هنشوف بقى السلكين اللي طالعين منها هل فعلا هم بيطلعوا 6 DC ولا لا. خلاص. فاين بورد دول يا جماعة السلكين اللي طالعين من اللي هي دايرة التوحيد اللي هي واحد. ده يا جماعة اللي هو المحايد أو الأرضي، ماشي. وده التاني بعيد أوي عن بعض، ماشي. واحد هنا أهو والتاني أهو. شايفين ماشي ازاي؟ طيب احنا عايزين نقيس إذا كان في فولت طالع منهم ولا لأ. وطبعا الفولت اللي طالع منهم هيبقى ايه؟ هيبقى DC، ما هوش AC. انا يا جماعه هقص من هنا وبعدين اقيس، لان انا صراحه مش قادر اوصل للسلكين دول من ورا لان عامله زي الغابه. عشان اقدر احدد، لان واحد هنا وواحد هنا مش قادر اوصل لهم بالظبط وهاخد وقت جامد جدا. فانا هقص من هنا واشوف اذا كان في فولت طالع ولا مفيش فولت. خلاص. طب ما قبل يا جماعه ما نقطع اي سلوك ما نحاول نختبره. هي المفروض السلكتين دول هم دول السماعات، دول رايحين للسماعه. اوكي I've connected the speaker already. انا وصلت السماعه يا جماعه. No, I'll plug it in the power protection bulb. مفيش حاجة يا جماعة خالص، مفيش أي صوت طالع خالص. في حد يا جماعة تقريبا هو اشتغل فيه قبل كده وسابه مفكوك بالشكل ده. لأن أنا شايف اللي هو، لأن أنا لقيت هنا في 2 مكثف اهوت موجودين مع الحاجة بتاعته، مع المسامير مع الحاجة بتاعته. خلاص. فهو حاول يغير المكثفين دول وهو الجهاز ما اشتغلش، ساب السلوك مقطع بالشكل ده والجهاز ما اشتغلش. طيب يبقى الوقت كده انا هقطع اللي هي السلكين دول واشوف اذا كان في فولت طالع منهم اساسا ولا لا. لازم طبعا ما يكونش واصله طبعا يعني في الكهرباء.
لا بقى كان نوصله ونشوف اذا كان في كهرباء، الكهرباء طالعه ولا لا. زي ما احنا شايفين يا جماعه، هو في فعلا دي سي طالع، في كهرباء طالعه. ماشي. طيب يبقى احنا هنا عندنا في مشكله في البورده. طيب نعمل ايه بقى يا جماعه؟ هنشوف فين السالب وفين الموجب. المفروض اللي هو ده السالب، ده السالب وده الموجب. ده يا جماعة طالما اللي انا فيه عندي دي سي طالع خلاص، فانا هوصله على طول مباشرة بالمكثف الرئيسي اللي هو ده، واعتقد هو ده اللي هو اللي الشخص التاني غيره. فطبعا ما ننساش يا جماعة اللي هو السالب بالسالب والموجب بالموجب. خلاص هنشوف نجربه ونشوف ايه الاخبار. هل يا ترى في مشكلة تانية ولا مفيش مشكلة؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. This is flux. دي راجين يا جماعة او فلكس. في عندنا ده يا جماعة هو ده السالب، السالب بالسالب اهو. تحط نحط نيجاتيف زيادة يا جماعة لأنه مش عايز يمسك. المكوة لسه مش سخنة أوي يا جماعة. تعالوا دلوقتي يا جماعة نحطها بقى السيريا ونشوف إذا كان في صوت هيطلع ولا مفيش صوت برضه هيطلع. No sound coming out. لسه يا جماعة مفيش برضه صوت خارج. طيب عموما يا جماعة أنا هستبدل اللي هي الترانس باللوحة كلها بشاحن الموبايل. خلاص ونشوف الأخبار إيه. مع إن في فولت طالع وفي دي سي طالع، بس هو طبعا المفروض اللي هو عشان نبقى عارفين، المفروض اللي هو الترانس اللي هو الستة بيطلع 7.5، ما بيطلعش 6. خلاص فمعنى كده ان الترانس ده فيه حاجة مش مظبوطة. انا غير يا جماعة اللي هي المكثف ده 470 مايكرو يا جماعة في 10 فولت. انا بغير المكثفات لان اعتقد مشكلة هي مشكلة مكثفات. طالما اللي احنا شفنا يا جماعة ان المشكلة هنا هي مشكلة باور، لما احنا وصلنا اللي هي التشارجر على طول مباشرة بالمكثف الرئيسي خلاص، ففي الحالة ديت ممكن يبقى هي المشكلة عندنا هنا هتبقى، احنا شايفين طبعا البار متوصل في متوصل في حتتين صعبين جدا اهو، ادي واحدة اهو وادي واحدة اهي شايفينها اللي هي الازرق والبرتقاني ده. خلاص فبدل ما نقيس الجزء ده كله، فطبعا انتوا عارفين اللي انا اساسا ايه اختصارا للوقت بقوم انا مركب ايه، بقوم مركب اللي هو ريكتيفاين بريدج اللي هو ده ماشي، اللي هي بيسموها بالعربي انطار التوحيد. بقوم مركب ديت بتتركب ازاي؟ انا قلت لكم قبل كده كذا مره اللي هي من الداخل اللي هم دول بركب فيهم سلكتين، واللي دول اللي بياخدوا من الترانس مباشره. يعني الترانس اهو على طول خلاص، الترانس بنوصل بدول خلاص، والسالب والموجب هنا هنلاقي فيه على الطرفين، في هنا سالب وهنا في موجب، دول اللي بنوصلهم على سالب وموجب اللي هي المكثف الرئيسي اللي هو ده. طيب حد يقول لي طب ليه ما يكونش المكثف الرئيسي هو ده؟ هقول لك هو احنا بنوصل على الاعلى قيمه ماشي. يعني ده مثلا المكثف ده 1200 مايكرو، اما ده 480 مايكرو، يبقى هو ده المكثف الرئيسي ده اللي احنا هنوصل عليه ماشي. بنوصل على المكثف الرئيسي اللي هو ده، وهنلاقي باذن الله اللي هو الراديو والكاسيت بتوعه اشتغلوا تاني. خلاص طيب تعال نوصل بقى ونشوف الاخبار ايه. انا ركبت يا جماعه هي انطره التوحيد اهو من تحت اهوت ماشي، قبل بس ما اركب اللي هي الجزء بتاع الكاسيت. دلوقتي يا جماعه تعال نجرب قبل ما نقفل التقفيل النهائي. بسم الله الرحمن الرحيم.
Okay, it is working right now. والوقت يا جماعة دي كانت نهاية الفيديو بتاعنا. يا ريت ما تنسوناش في الاشتراك والمشاركة والتعليق، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.